حبيبي 11 فدان ما لهمش حل. اسمع العرض معاي وكمل العرض معاي وانت هتستفيد. بيرهم اعماق، مساحة البير 124 فدان، طريق ماشية معاهم، طريق بدأ اولهم، حاجة تبارك الله وصفتها قليلة ما تحكيش تاني فيه. كمل العرض معاي وانت هتستفيد. الفدانين دول كانوا مزروعين بصل وحاليا اتحرتوا عشان يزرعوا ذرة. بعد كده 6 فدادين حجازي. بعد الحجازي في فدانين مزروعين لب بطيخ. بعد كده برسم حجازي. يلا هنمشي حاجة تبارك الله. كمل بس معاي، كمل كده. والسعر في آخر الفيديو، آخر العرض كده هتلاقي السعر. حاجة تبارك الله، حاجة حلوة، أرض طيني تبارك الله. لا نور عم عصام. دول 11 فدان تمام، من ضمن من 124 فدان اللي هم على البير. بيرهم عمقه كم عم عصام؟ 750. تمام. عليه طاقة؟ عليه طاقة ومولد احتياطي. عليه طاقة شمسية مولد احتياطي. ايوه تمام. الله ينور عليها. الأرض دي فين عم عصام؟ الأرض ديت يا باشا تبع قرية اللواء صبيح، الفرافرة، الوادي الجديد. قرية اللواء صبيح، الفرافرة، الوادي الجديد. ايوه تمام. الأرض قريبة من القرية يعني. بالضبط كده، مش حوالي بعيد. 3-4 كيلو بينهم وبين القرية. قريبة من ماشي؟ القرية جدا. اسمعني بس، 6 حجازي. تمام. كانوا 2 معمولين بصل وحاليا هيزرعوا ذرة. تمام. بعد كده 2 معمولين لب بطيخ اهو فوق اهم. تمام. تمام. بعدها حجازي وانت ونازل. 11 فدان بالكمال والتمام وحاجه تبارك الله. تمام. تمام. بس وعاوزك تشجعنا. طبعا السعر هنقوله في آخر الفيديو بعد ما نديك التفاصيل. تمام. عاوزك يعني ايه، انا بنلف كده انا والاستاذ احمد بنجيب لك كل حاجه حلوه. دي لقمه عيش، محتوى بتاع لقمه عيش. المفروض تشجعوا يعني متابعه للصفحه لو انت عاوز تشوف كل جديد من ارض الوادي الجديد. اعجاب، كومنت جميل، تشييره لاصحابك وحبايبك يستفادوا. الدال على الخير كفاعله. واخد بالك علي؟ يعني احنا بنتعب ونجيب لك كل حاجه زينه. تربة الأرض عم عصام. هذه تربة الأرض يا باشا. تبارك الله، تربة 10/10. عاوزاش كلام، بتزرع كل الزراعات. بسم الله ما شاء الله. وادي اللب بتاعها بسم الله ما شاء الله. خلاص اللب لب مستوي خلاص هيتعامل اهوت. ومالكش جيران تاني. اللب بسم الله ما شاء الله. اللب مستوي خلاص اهو. مالكش جيران تاني. خط المواسير اها، كل تربيعة لها المحبس بتاعها. تعال نطلع من على الجسر عشان ما نبوظش في البطيخ. ماشي تعال. ادي البطيخ، فدانين البطيخ اللي هو اللب السوبر. وادي الحجازي، 6 فدانين حجازي. وفيه فدانين بصل. تمام. وفي فدان لب تاني الناحيه التانيه كده، يبقى كده ال 11 فدان. تمام. طيب ده كده الارض الحجازي من فوق اهي. تربيعة لها المحبس بتاعها. نظام ري حديث، توزيع خطوط مواسير. هنوريك خطوط الري اهيت. وادي اللب اهوت. حاجة تبارك الله يا راجل. ارض بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لاصحابها. وقريبين على القرية يطلعوا لهم حوالي 3 كيلو 4 كيلو تمام. بين القرية. شوف يا عم البرسيم وحلاوة البرسيم. والبرسيم ده لسه ما شربش على فكرة، معاد ميته بكره البرسيم. تمام. بصوره لك على وضعه، مش جايبه لك ده بعد الحش على طول. ما تروش لسه. لك المنظر بتاعه. شوف يا عم الحلاوة بتاعت بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. لسه ما شربش ده على كده. تمام. هو حاطين كيماوي هناك اهوت عشان يروي. ايوه. ده نظام الري. خطوط كل تربية عليها المحبس بتاعها او الطبة بتاعتها. ايوه. تمام. خش على المعصم. يلا يا باشا يلا يلا عشان مش عايزين نطول كده. يلا بس تعال نبص على اللب اللي تحت كمان. ونقول على السعر وننهي الفيديو. تمام. مش عايزين نطول كده، خلينا خفيف. احنا بقينا نختصر يا جماعه في الفيديو. يا غالي عاوز هذه كيماوي اهو. حاطين الكيماوي عشان يروي. انت لما تسمع الفيديو تسمع العرض بتاعي تمام، ان عجبك وعاوز تاجي تتفضل تشوف بعينك. يعني التليفون انا مش هينفع اوصف لك فيه العرض مره ثانيه. انت قول لي الو انا جاي، لكن انا هوصف لك العرض في التليفون. طب ما انا مصوره ومبعته لك لغايه عندك. طيب ما انا مصور وبعته لغايه عندك، يبقى هوصفه لك في التليفون. مكان البصل ده راح يزرع ايه؟ هيتزرع ذره. ابوها زرع ذره وحارت وابوها زرع ذره. ايوه.
تمام. هذه الارض بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. هذا وادي ايه جزء البطيخ، اللبها. جزء اللب البطيخ. ايوه تمام لب سوبر دي. تمام. طيب تعالى يا عم عصام هنا عشان ننهي. يلا طيب انزل هنا كده في حته. ناخذ قصب. لا سيبك من القصب دلوقتي. ماشي. تفاصيلك يا عم عصام سريع واديني السعر. البير ده اعماق، عليه طاقه شمسيه، مولد احتياطي، مساحه اللي على البير كامله 124 فدان، من ضمنهم ال 11 فدان دول عمق البير 750، تمام من ضمنهم ال 11 فدان دول. تمام. حاجه تبارك الله، حاجه 10/10. اولهم طريق اهي وماشيه معاهم طريق لفوق. تخدم الارض كلها. ايوه تمام. الارض على خط مواسير، نظام توزيع زي كده. ايوه تمام. كل تربيع قصادها محبس. تمام. تمام. الارض تابعه لقريه اللي هو صبيح الفرفر الوادي الجديد. ايوه بينها وبين القريه حوالي 3-4 كيلو. أيوة. مش كتير يعني. ايوه. وايه خد السعر. السعر يا عم عصام؟ السعر يا باشي، السعر عشان تبقى عارف، سعر الفدان في ال 11 فدان دول، الفدان الواحد سعره 250,000 وقابل للتفاوض، بس ايه التفاوض البسيط معاي. يعني قابل للتفاوض بس التفاوض البسيط. سعر الفدان 250,000 وقابل للتفاوض. اشوفكم دايما على خير، وما تنسانيش في المتابعة لو انت عاوز تشوف كل جديد، وما تنسانيش في الاعجاب، كومنت جميل، تشيره للفيديو، انت تستفيد والاخرين يستفيدوا، والدال على الخير كفاعله. انا بتعب بجيب لك محتوى لقمة عيش، وانا اي محتوى بلاقيه ما دام بيقدم محتوى هستفيد منه انا بشجعه بلايك، بمتابعي، بكومنت، بتشيري، ما دام محتوى هادف لحاجه او بيقدم لي حاجه هستفيد منيها. اشوفكم دايما على خير، السلام عليكم.